السلام عليكم ورحمة الله بناتي وخواتي ومتابعيني. وصفتي لهذا اليوم هي السمسمية والفستقية. نبدأ بسم الله. بالبداية راح أحضر ورق الزبدة، راح أضيف القليل من الزيت حتى ما تلتصق عندي السمسمية والفستقية من أضيف الورق الزبدة. الخطوة اللي بعدها راح أضيف 3 أكواب من السمسم وراح أرفعهم على النار. عندي هنا ملاحظة جدا مهمة بنات، تستمرون بالتقليب ما ترفعون ايدكم الى ان تحصلون على هذا اللون الذهبي. وبعدها راح اضيف كوب من السكر. بعد ما تغير عندي لون السكر هنا بديت احرك من الوسط وبعدها جمعت الاطراف. هنا راح استمر بالتحريك الى ان يذوب عندي حبيبات السكر تماما واحصل على هذا اللون الذهبي. جاهز عندي الكراميل، راح اضيف 3 اكواب من السمسم. ضروري هنا بنات تكون الحركة سريعة. أما بالنسبة للإضافات، إذا حبيتوا تضيفون الفستق الحليبي ضيفوا كوبين من السمسم وكوب واحد من الفستق الحليبي. عندي هنا الهيل، راح أضيف ملعقة متوسطة من الهيل لتعزيز الطعم، وإذا ما حبيتوا تقدرون تستغنون عنه، هذا الشيء اختياري وحسب رغبتكم. جهزت عندي السمسمية وراح أنزلها على ورق الزبدة، ومثل ما قلت لكم ضروري تكون عندنا هنا الحركة سريعة. وهسه أثناء ما حضر السمسمية راح أعطيكم بعض المعلومات عن السمسم. يحتوي السمسم على نسبة عالية من الكالسيوم والمغنيسيوم، ويساعد على تعزيز صحة العظام والمفاصل، وأيضا يساعد على ضبط مستوى السكر بالدم، وبنسبة عالية من الألياف، ومفيد خاصة للناس اللي عندهم مشاكل بالهضم. المعنى بفوائد كثيرة. ملعقة كبيرة من السمسم تعادل 6 أكواب من الحليب. هنا بديت أحضر الفستقية. في البداية راح أضيف 3 أكواب من الفستق، وضروري بنات تتأكدون من إن حبات الفستق كلها مفتوحة. راح أدخلها للفرن مدة 5 دقائق. بعد ما جهز عندي الفستق هنا بديت أحضر الكراميل. ضفت كوب من السكر وراح أرفع على النار. بعد ما أخذ هذا اللون من الوسط بديت هنا أحركه. عندي هنا ملاحظة جدا مهمة بنات، أول ما تلاحظون إن السكر ذاب وأخذ هذا اللون الذهبي تضيفون المكسرات، أي مكسرات محضرينها سواء الفستق أم السمسم أم الكاجو تضيفونها قبل ما يحترق السكر. إذا احترق السكر راح يصير عندكم مر وتخرب الوصفة بالكامل. وهسه أثناء ما أحضرلكم الفستقية راح أعطيكم بعض المعلومات عن الفستق. الفستق يحتوي على البوتاسيوم، يفيد القلب والعقل، وأيضا يعزز جهاز المناعة، ويعزز صحة القلب والشرايين، ومحارب أيضا للسرطان. الله يحفظنا ويحفظكم. المعنى بنات ليه فوائد كثيرة، ولهذا السبب أني هاليوم سويت لكم السمسمية والفستقية حتى تستفادون من كل هذه الفوائد. وبما أنه إحنا حاليا في فترة الدراسة حبيت أسوي هذه الوصفة اللي تكون غنية بالمعادن والفيتامينات، نحاول نعوضهم ونساعدهم طلابنا وبعيد عن المواد الحافظة. وآخر ملاحظة بنات، ضروري تغلفون قطع السمسمية والفستقية. أتمنى تكونوا استفادتوا من وصفتي لهذا اليوم. أشوفكم بوصفة جديدة، في أمان الله.